بسم الله الرحمن الرحيم. أصدرت قبل قليل المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها في القضية التي مثل فيها السيد إلياس المالكي أمامها متابعا بمجموعة من الجرائم، منها التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة وسائل إلكترونية، التحريض على التمييز بين الأشخاص بسبب الجنس بواسطة وسيلة إلكترونية، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، العنف النفسي والاقتصادي في حق امرأة بسبب جنسها، العنف الجنسي في حق امرأة. وقد تمت تبرئة ساحته من جميع الأفعال التي ذكرت، ما عدا التحريض على التمييز بواسطة وسائل إلكترونية، حيث قررت المحكمة إدانته من أجل هذا الفعل بعقوبة حبسية مدتها 3 أشهر حبسا نافذا. هذا الحكم الذي انتصر للبراءة بفائدة السيد إلياس المالكي كما تلاحظون في جميع الأفعال ما عدا فعل واحد، وبالتالي يبقى حقنا في استئناف هذا الحكم قائما طالما أن المشرع المغربي قد أقر لنا هذا الحق. وبطبيعة الحال محكمة الاستئناف ستنظر في هذا الملف، ونحن على قناعة ويقين تام بأنه بريء كذلك من هذا الفعل، وسيتم تبرئة ساحته من طرف محكمة الاستئناف أو محكمة النقد بعد إذا ما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ستنقضه محكمة النقد وترجعه إلى محكمة من نفس الدرجة أي محكمة الاستئناف لتنظر فيه وتقرر براءته من جنحة التمييز بين الأشخاص بواسطة وسائل إلكترونية. حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الفكر هي مكفولة سواء في إطار العلاقات داخل المجتمع كما نحن واقفون الآن أمام كاميرات ونتحاور ونتبادل الحديث، وكذلك على مستوى الفضاء الرقمي، فيجب أن تكون هذه الحرية مكفولة. إلياس لم يكن بصدد توجيه خطاب لأي أحد، كان في حوار ثنائي مع امرأة، كان هناك عملية لتبادل الأفكار فيما بين الطرفين معا، قد يتقبل كل منهما أفكار الآخر وقد يرفض بعضا من أفكاره، ولكن يجب أن تبقى هذه الحرية وهذا الحق في التعبير عن الرأي والفكر يجب أن يبقى مكفولا في الفضاء الرقمي كما هو مكفول في الحياة العادية التي